أهلا بكم من جديد في مصر تنتخب، وهذا اللقاء مع الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة. دكتور محمد، تسمح لي أن نقول للسادة المشاهدين عن مفاجأة النهاردة لأول مرة. والدة الدكتور محمد البرادعي، السيدة الفاضلة والدته، بتظهر لأول مرة على شاشة التلفزيون، وهذا انفراد لمصر تنتخب على شاشة CBC. هنشوف والدة الدكتور البرادعي ردت على أسئلتنا وقالت إيه، ونرجع تاني نتناقش معاه في علاقته بوالدته وأهله وعائلته وأسرته الصغيرة والكبيرة. سعداء بيه جدا، كان أول واحد طبعا في إخواته وأنا كنت صغيرة، فكنا فرحانين بيه جدا، وأول طفل اتولد عند والدي. يعني إخواتي ما كانوش لسه خلفوا وأنا خلفت قبليهم، فكان أول واحد بقى، وحماتي كانت هتطير بيه من الفرحة. كانوا يعني منتظرين ولد ما اعرفش ليه يعني، وانا كان نفسي ببنت، فيقولوا لي لا ان شاء الله ولد. الحمد لله يعني انه جه بقى دكتور محمد، ويعني كان طفولته سعيده وفرحانين بيه جدا كل حاجه. لما راح بقى في الروضه، كان في وقتها روضه، كان المدرسات بتوعه يكتبوا له يعني ملاحظات حلوة قوي، لك مستقبل باهر ونتمنى لك مش عارفة ايه. على طول كانوا بيمدحوا فيه، كان دايما سابق سنه ويسأل أسئلة، عاوز يعرف كل حاجة في وقت واحد، يعني مش حاجة بسيطة، لازم عاوز يعرف كل حاجة. حتى لو جات له لعبة لازم يكسرها قبل ما ينام، يشوف هي بتشتغل ازاي. ما تغيرش. بس انا اللي كنت ببقى خايفه عليه، لما عارفه على طول في يعني التليفون بتاعنا متراقب على طول، كنت حاسه ان في مراقبه عليه، وكنت خايفه عليه جدا، واقول له يا ابني تليفونك متراقب، يقول لي غيري العده بتاعتك دي خربانه. غيرتها والله 3 مرات. في الاخر اما هم بقى حطوا الرقابه عليه، حس بقى وقال لي ليكي حق. لا، هو كان كل سنه بيجي يقعد معانا شهر شهرين بتوع المصيف، بس في الرجوع ده ما سألناش. كنت خايفة طبعا عليه جدا، عشان كانوا هم يعني، عشان هو كان الوحيد اللي ما عليهوش أي حاجة، مش ماسكين عليه حاجة، فقعدوا يدوروا له على حاجات كذب بقى. لو كانت صدق يعني ولا فيها شيء من الصحة كان الواحد ما زعلش كده، إنما كله افتراء وكذب، حاجة صعبة قوي. لا، ما هو ما قاليش غير اما رجع، الحقيقة ما عرفتش ان هو كان مشارك غير اما شفته صورته في التلفزيون، وكلمته طبعا في التليفون وازيك، الحمد لله كويس، الحمد لله ربنا معاه. قلت له خليك بعيد عن السياسه دي، ده وجع دماغ ومش هم مش عايزينك. الرئيس ده كانش عاوزه ابدا، يعني كان على طول سايب الناس بتوعه يقول لهم اتصرفوا. الأهرام وكل الجرايد وكل المجلات كانت بتكتب ضده، يعني كانت حملة شرسة شرسة شرسة. والله ما فيش حاجة بعيدة على ربنا، وإن شاء الله يكسب يعني إن شاء الله. يعني أنا شايفة إنه أصلح واحد، طبعا خايفة عليه من غير كلام، يعني مهما الناس قالت مش زي قلب الأم شكل تاني بقى عليه طبعا. كنت حاسة إن أنا ملكة بقى، يعني ربنا استجاب لدعايا في الآخر والله. يعني كانت فرحة، وخصوصا أنا جات لي دعوة من هيئة، من المنظمة بتاعت النوبل دي اللي ادت له الجايزة، أنا وهو ومراته بس كنا مدعوين، وإخواته وولاده على حسابهم، كل العيلة راحت. وهناك بقى كانوا مكرمين تكريم ما اقدرش اقول لك قد ايه. كل بقى المدعوين شايفيني انا بطرحه الواحد اللي كنت هناك، فكانوا بيعرفوني طول النهار، يقولوا احنا فخورين بابنك وسلموا عليا. والحفله اللي عملوها دي حفله في الاستاد بتاع 6000 نفر، ما بعتوش واحد عندنا يصور، ولا واحد مصوراتي راح، ولا التلفزيون ولا الاذاعه. يعني كل اللي كانوا هناك بتوع الاذاعات الاجنبيه، العربيه طبعا كمان والاجنبيه، وانا اللي بقى كنت المتحدث الرسمي، هو مشغول وانا اللي ارد عليهم. ايه ده، ما فيش واحد من التلفزيون المصري؟ هم بعدين استدرجوا ده وبعتوا له الاستاذ مفيد فوزي، صور معاه هناك
وجا عندي نصب. يا رب يصلح البلد، هو مش عاوز حاجة ولا حتى رئاسة الجمهورية، يعني عاوز يصلح البلد بأي طريقة. نجح نجح، ما نجحش ما نجحش. يا رب عاوزاله الصحة هو وولاده يا رب، يعني أتمنى كل حاجة حلوة له.